يا ربي أنعم بالرضا. آمين. الله من كل بلاء هو ينجينا. أنا كنت لما كنت على مذهب أهل السنة نعم. كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم غير الشخصية التي عرفتها عندما استبصرت، عندما عرفت مذهب أهل البيت. كنت أتصور أنه شخصية النبي هو إنسان عادي ولكن يفوقهم بالوحي، ولكن في قضايا الأخرى يعني هو إنسان عادي. يمكن أنه يأتي مثلا صحابي وينصحه، ممكن يأتي ويشكل عليه، أمر عادي هذا. ولذلك عندما أنا كنت أتخيل شخصية النبي بهذه الطريقة أنه أمر عادي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كأنه الله سبحانه وتعالى يأمر النبي أن يبلغ مثلا الأحكام، يبلغ مثلا الحلال والحرام، وهناك شيء كأن النبي لم يبلغه من الحلال من الحرام من أمور الدين، فالله سبحانه وتعالى يقول له بلغ، يعني أكل، وإن لم تبلغ هذا كأنك ما بلغت، يعني كأنه أنه لم يصل البلاغ. وهذا كنا نأخذه بطريقة ساذجة باعتبار أنه احنا ما كنا نفكر في مقام النبي. هل النبي مثلا معصوم عصمة مطلقة؟ هل النبي مثلا يمكن أنه يتردد في أمر مثل هذا الأمر عندما الله يقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ ما هذا الشيء؟ هل هذا شيء مهم أو شيء غير مهم؟ فالمشكلة أنه نحن نغفل عن الجانب المهم في هذا الخطاب، هذا كنا نغفل عنه وكنا نعتبر لكن يذكرون أسباب النزول، يقولون مثلا هذه نزلت يوم عرفة. نعم، هذا نعم، هذا في الروايات. نعم. هذا في الروايات التي قرأناها وفي كتب التفسير. هو 23 سنة تقريبا، 23 سنة. نعم. إذا لم يكن النبي يبلغ إذا ماذا كان يفعل؟ ولذلك هذه كنا نسأل أنفسنا، يعني الرسول كان يبلغ ولم يكن يبلغ، هذه في الحقيقة إشكالية، يعني إشكالية كأنه الرسول بلغ ولم يبلغ. حتى أنه المؤرخين والرواة يقولون خطبنا رسول الله في عرفة. وين الخطاب النبي؟ تشعر وكأنه لماذا لم يأتي إلينا خطاب النبي؟ خطبنا رسول الله خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. نعم. ثم قال، أين الخطبة؟ هذا اللي كنا ثم قال، هذا القول، لكن الخطبة أين؟ خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني هذه مهمة جدا. نعم. لكن أين هي؟ هذه المشكلة. فهنا تخلق تساؤل كبير. وكنا أيضا أنه هذه الآية، يعني عندما نسأل المشايخ هو يقول أنه قضية الحلال والحرام، وأنه الله سبحانه وتعالى يحث النبي حتى يبلغ، حتى في سبب نزولها في اختلافات. نحن لما راجعنا المصادر وجدنا اختلافات، مرة يقولون ليلة عرفة، مرة يقولون نهار عرفة، مرة يقولون مساء عرفة. هناك فرق بين ليلة عرفة، معناها نزلت بيوم قبل. نعم. وفي يوم عرفة، ففيه يعني ما تجد أصلا. وهذا مو فقط في قضية هذه الآية المباركة. نعم. لكن هذه الآية مهمة لأنها في آخر لقاء عام بين النبي والمسلمين. نعم. في
محفل كبير يعني نعم. 120,000 شخص. فالجواب يعني عن هذا يعني يبقى دائما غامض، وتبقى كثير من الاستفهامات، ولكن كنا ننطوي على أنفسنا. كيف مررت من هذا التفسير الغامض إلى تفسيرها الجديد الذي هو عندك؟ نعم، عندما انتقلنا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وعرفنا مقام النبي، لأن المسألة لها علاقة بمقام النبي. نحن في مذهب أهل البيت عليهم السلام يعتقدون بعصمة النبي، وأن النبي لا يمكن أن يتخلف أصلا، ولا يمكن ثم الله سبحانه وتعالى يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نحن نعلم أنه القرآن نزل، والقرآن يقرؤونه المسلمين، الأحكام والحلال والحرام موجود، لكن هناك أمر مهم الله سبحانه وتعالى يريد من النبي أن يبلغه، وهذا الأمر إن لم يبلغه كأنه لم يبلغ الرسالة، ثم أنه هذا الأمر يتعلق بالسياسة، لأنه قبل ما كنا نعتقد بهذه الأمور. هذا الأمر يتعلق بمصير الأمة كاملة. يعني هل يعقل أنه النبي 23 سنة يعني 22 سنة وهو يبلغ ويبين للناس الحلال والحرام، وما يبقى شيء حتى القضايا البسيطة يبلغها. نعم. ثم يأتي القرآن في آخر الحج ويقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم تأتي ويعصمك من الناس. الله يعصمك من الناس. ولكن يعصمك من الناس هذا كان فيه خطر شديد، وهذا أمر يتعلق بالسياسة، وهذا أمر مهم يتعلق بكل الرسالة، وأنه إن لم يبلغ، وهذا لا ينسجم إلا لأنه الناس ماذا يتوقعون في آخر حياة النبي؟ أليس يتوقعون أنه من الذي سيقوم مقام النبي؟ هذا سؤال أنا بقيت دائما أفكر فيه. ليس هناك كلام على من يقوم بمقام النبي، يعني لم يسألوه في الوقت. نحن الآن بمجرد أنه نسمع واحد مرض مثلا ملك أو رئيس أو مرض، الناس تتساءل من الذي سيكون مكانه؟ صحيح. من الذي سيخلفه؟ يعني كأنما يقدم إلى الناس في كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يهتم بمن يخلفه. لا النبي مهتم ولا الدين مهتم، ولا تجد وكأنه هذه الفواصل مقطوعة من التاريخ. بينما نحن نعرف أنه لكل عاقل قبل أن يسافر، خاصة أن النبي لم يؤخذ على حين غرة. النبي كان يقول لهم هذا الحج الأكبر لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذن كل واحد سوف يسأل يا رسول الله إذا ما لقيناك يعني من سيكون بعدك؟ يعني هناك شبهة أو تساؤل. نعم. يقول أصحاب هذا التساؤل أنه لماذا أخر النبي صلى الله عليه وآله خطبة الغدير المتعلقة بتنصيب الإمام عليه السلام إلى يوم 18؟ لماذا لم يطرح هذا في عرفة؟ ليش؟ نعم، هذا تساؤل موجود، وكثير لما كنا في مذهب أهل السنة كانوا يقولون لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان هناك أمر مهم فلا بد يبلغه في يوم عرفة. ولكن الحقيقة خلاف ذلك، لأنه لأهمية الولاية ولا قوام للدين إلا بالولاية، فلا بد أن يكون للولاية يوم مخصوص متميز. لأنه نحن قلنا الرسول كان يحدثهم من بداية البعثة، كان يحدثهم ويمهد ويتحدث عن الولاية، روايات كثيرة، وهذه كانت في ضمن المسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان يبين للناس المناسك، الحج، الحلال، الحرام. وإذا كانت الولاية هي تكون في ضمن التشريعات، ونحن أيضا شيعة أهل البيت يعتقدون بأن الولاية من أصول الدين. أيضا النكتة المهمة أنه عندما جاء هذا الرجل، أنا افتهمت عندما جاء هذا الرجل الولاية تقصد الولاية بمعنى الإمامة. نعم لأن هناك موجود في فروع الدين الولاية والبراءة، في الفروع يعني في فروع الدين العشرة موجودة الولاية والبراءة. نعم. إن التولي وتبري. نعم. حتى هذا بمعنى الإمامة تقصد أنت. نعم الإمامة. نعم. يعني التي هي أهم شيء. نعم. جاء رجل، هناك من يقول أتولى عليا مثل الذهبي يقول وأتولى عليا المؤمنين، لكنه لا يعتقد بالإمامة. لا يعتقد بالإمامة. لا يعتقد الذهبي. هذه في مسائل المحبة وغيرها. نعم. يدخلونها. نعم. ولكن لأنه هي جد خاصة. نعم. في أهل البيت. نعم. عندما سأل هذا الرجل اليهودي عن هذه الآية قال لو كانت هذه الآية نزلت عندنا لاتخذنا ذلك اليوم عيد.
تلك الآية التي جاءت بعد اليوم نزول أكملت هذه. لكم دينكم اليوم أكملت لكم نعم. دينكم. نعم. مولاي علي مولاي علي مولاي علي علي مولاي علي مولاي علي مولاي علي علي أنت أميري منذ الغدير والنص واضح جلي